كل يوم بداية جديدة لحاجة بسيطة ومفيدة أحسن من امبارح. أهلا بكم في فيديو جديد. الحقيقة أنا كنت عايز أتكلم عن الفيديو اللي هو المنتشر على الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما الفترة دي، اللي هي الزوجة اللي كانت بتخون زوجها وزوجها لقاها مع واحد تقريبا كانوا بيفطروا في عربية أو حاجة. وطبعا هو وثق الموضوع ده فيديو الزوج لما لقى زوجته ان هي بتفطر مع حد غريب، فزي ما انتوا شفتوا في الفيديو دخل قال له انت مين، فقال لها بتعملي ايه يا مدام. بغض النظر عن اللي حصل في الفيديو وبغض النظر عن الواقعة نفسها، انا كنت بتابع ردود الافعال للناس الفترة اللي فاتت على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا عموما. فلفت نظري حاجة غريبة قوي، لفت نظري ان الناس مستغربة، يعني في ردود افعال للناس ايه البجاحة دي. هي ازاي تشتمه، هي ازاي مش هاممها، هي ازاي بترد عليه. يا جماعة ده بقى عادي يعني. انا مش عارف هي الناس مستغربة ليه يعني. طب دي واقعة اتصورت والزوج يمكن وثق الزوج يمكن وثق الواقعة بالفيديو. طيب انتوا متخيلين ان كم من المواضيع دي بتحصل يوميا بدون كاميرات ما تكون متسلطة عليها، او بدون توثيق بالفيديو، او بدون اي حاجة تكون بدون تصوير عموما. طيب انتوا متخيلين ان كم حالة خيانة زوجية بتتم في خلال اليوم واحد على كام أسرة، على كام زوج وزوجة؟ طب انت متخيل ان كام زوج بيخون زوجته وكام زوجة بتخون زوجها بدون كاميرات وبدون توثيق بدون اي زي ما بيقولوا كده ايه، بدون اي كشف للمستور يعني، او اللي لسه ربنا ساتر عليه. فانا شايف ان الناس مستغربة. ايه انتوا مستغربين من بجاحتها مثلا، او مستغربين ان هي بجحة، او مستغربين ان هي بتزعق له، ان هي رغم ان هي ممسوكة وهي غلطانة بس برضه هي بتزعق له؟ لا يا جماعة، يعني احنا في مجتمع ضايع، احنا في مجتمع ضايع. جرائم قتل، اغتصاب، بنت تقتل امها، ابن يقتل امه. النهاردة انا لسه سامع برضو عن حادثة في التجمع الخامس. عيلة كلها يعني اسرة كاملة اتصفت على ايد صديق والد اسرة او رب اسرة، بدافع الانتقام والسرقة فاحنا بقينا نسمع عن حاجات دلوقتي بتنتفض لها الابدان زي ما بيقولوا يعني. فانا شايف ان الناس مستغربة، الناس مستغربة من ايه؟ يعني انت عندك كم خيانة زوجية في الزمن الجميل اللي احنا عايشين فيه ده. ما حدش استغرب يا جماعة. يعني انت شفت واقعة وقلت ايه البجاحة دي؟ لا تعال شوف اللي انيل وانيل بقى يعني في خيانات زوجية بتتم بعلاقات كاملة، وكل يوم بنقرا على ده، وكل يوم بنشوف ده، وكل يوم بنفهم ده، وكل يوم بنكتشف ان في حاجات بتحصل مش قدام الكاميرات بقى، لا ورا الكاميرات. يمكن انا اتكلمت في كتابي على موضوع خيانة، الخيانة الزوجية، او يعني الغيرة ما بين الازواج والخيانة الزوجية. كتبت فصل كامل على موضوع الخيانة الزوجية، وكتبت فصل كامل على موضوع الغيرة ما بين الازواج. فاحنا في مجتمع ضايع، مخدرات واغتصاب وقتل وعدم ضمير وبعد عن دين، وتخلينا عن القيم والمبادئ والاخلاق كتاب تياترو الحياة، تياترو للحياة. يمكن انا اتكلمت فيه في القصص دي كلها، بس للأسف احنا كشعب
يعني بنحب ما بنحبش نفيد نفسنا، يعني بنحب الهلس، نحب الرقص، نحب نشوف حاجة كده حلوة كده. طبعا كل المشاهدين فاهمين انا بتكلم في ايه. فاحنا ما فيش حاجة في ايدينا غير ان احنا ندعي ان ربنا ينجينا من السواد اللي احنا عايشين فيه. مفيش حاجة لا بإيدك ولا بإيدي ولا بإيد أي حد غير إن ربنا ينجينا من اللي احنا عايشين فيه. فخلاص بقى، يعني عارف اللي هو ما تستغربش، لأن انت هتشوف من ده تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. احنا بقينا بنسمع عن حاجات غريبة الأيام دي، زي البنت اللي هي كان موضوع برضو على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. البنت اللي اتهمت سواق اوبر ان هو تقريبا اغتصبها او اتحرش بيها تقريبا. اتحرش بيها وطلعت كارنيهات وقالت ان هي تحبسه، وطلعت كارنيهات وبتقول ان هي صحفية. وطبعا نقابة الصحفيين طلعت وقالت ان هي افادت ان هي مش صحفية خالص وان هي تقضيها. فاللي عايز اقوله ان احنا بقينا بنسمع عن حاجات غريبة، يعني حاجات ما ملهاش تفسير، حاجات ما انت مش فاهمين ايه اللي بيحصل. يعني انا شايف لسه زي ما بقول لكم حادثة النهاردة على على التلفزيون، لسه شايفها دلوقتي ولسه قاري عليها برضو على موقع المصري اليوم تقريبا او الاخبار، لا المصري اليوم. عيلة كلها او عيلة كاملة اتقتلت عن طريق صحي صديق للوالد، وعمل مخطط كده، مخطط اجرامي رهيب طبعا، عشان يقضي على العيلة دي كلها. وفي الاخر تم القبض عليه في الدقي بعد 3 ساعات من ارتكابه للواقع. فكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية وحقيقي هما بيعملوا مجهود. يعني انا بحط من نفسي مكان ضابط الشرطة ده او مكان رجال الامن. انا بصراحة يعني انا لو اتحطيت مكانهم فانا ما استحملش ان انا اشوف جثة كده قدامي مقتولة كده وعادي، واحدة مقطعة امها وحطها في التلاجة ومش عارف. يعني الموضوع بصراحة حاجة في منتهى البشاعة ومنتهى الدموية ومنتهى الإجرامية ومنتهى القسوة يعني. فأنا مش عارف ايه ده بصراحة يعني. فربنا يعافينا وربنا يستر على الناس، وخدوا بالكم من نفسكم. وهنقول ايه غير ان احنا ندعي ربنا يستر علينا وعليكم، ودمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.